السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض كده نسمي الله، وهنعمل وصفة سريعة ولذيذة في نفس الوقت الكل بيحبها. هنا عندك، لو عندك لحمة مفرومة هاتيها وتعالي وهاتي عليها بصلتين او 3 بصلات حسب حجم البصلة، وهنحط هنضرب البصلة في الكبة او على ايديكي تقطيع صغير. هنحط هنا هو ملح وفلفل اسود، مش اكتر من كده. عايزين نرجع كده لأيام أجدادنا. للأكل التوابل الكتير فعلا بتغير من طعمه، مش كل التوابل اللي احنا نقدر يعني نميز بيها الأكل. لا، أحلى حاجة هي التوابل الأصلية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده أنا قلبت البصل مع اللحمة كويس وحطيت عليهم شوية مية. هنا هنعمل لحمة عصاج ني في ني صحية، مش هتبقى حامي على الصدر ولا اي حاجة. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا هنا بقى، هنا عندي جلاش. طبعا انا ما اقدرش اقولك على الكمية لان كل واحد بيعمل الكمية اللي على قد اسرته. انا قطعت الجلاش كده زي ما انتم شايفين شرايح. طبعا بجد احنا جربنا كتير جلاش، طرق جلاش. بجد دي انجح طريقة اللي انت بتعملي بيها الجلاش ويطلع ناجح 100%، وما يبقاش فيه ولا حتة نية. هي تقطيع الشرايح دي جربوه بجد بقى تحفة. انا بقى بالنسبة لي هو طريقتي الاساسية. الطريقة القديمة دي بطلتها. هنا هوت اللحمة زي ما انتم شايفين كده هوت بدأت تنزل ميتها. هسيبها لغاية ما تتشرب خالص مية البصل والدهون بتاعة اللحمة. زي ما انتم شايفين كده بجد دي كمان اسلم طريقة واصح طريقة للحمة عصاج. عمرك ما هتاكلي الاكلة دي وتبقي تعبانة منها. هنا بعد ما خلصت اللحمة زي ما انتم شايفين كده هنا عندي لبن عليه سمنة. طبعا انا بقولك انا مش هقدر اقولك الكمية. انا هنا حاطة مثلا كوبايتين لبن، عليهم نص معلقة، نص كوباية سمنة، عليهم معلقتين لبن بودر ومعلقة بيكنج باودر ورشة قرفة. وهنقلب كل ده مع بعض. ده الخليط اللي هنحطه على الجلاش من فوق او الفطير الشرقي اللي هو ايه السريع. عندي هنا انواع جبنة بقى زي ما تكون عندك. انا عندي موتزاريلا وجبنة تركي. هنبدأ نرص هنا الجلاش، بس قبل ما ارصه بدهن الصينية من تحت بالسمنة، وابدأ انزل بالجلاش، وبعد كده هنرص اللحمة حسب برضك. يعني احنا ما بنحبش اللحمة تبقى مكبوسة قوي في الجلاش او في البشاميل. فانا حطيت هنا اللحمة زي ما انتم شايفين كده، والطبقة التانية حطيتها الجلاش. بس انا هنا شلته علشان خاطر انا نسيت احط الجبنة، فشلته وحطيت الجبنة. وهنبدأ نرص تاني الجلاش من فوق. طبعا هنا عندي ايد كانت عايزة تسرق اللحمة. طبعا اللحمة دي عيش اي حد بيعملها، لازم يعملوا منها كده هو نص رغيف كده هو ناكلوه عبال ما الاكل ما يخلص. طبعا في كل بيت. انا هنا خلصت الجلاش زي ما انتم شايفين، وحطيت الخليط بتاع اللبن والسمنة والبيكنج باودر والملح والفلفل الاسود، معلقتين لبن فوق الوش، ودخلتهم على الفرن على طول. زي ما انتم شايفين كده اخدت تقريبا يعني نص ساعة مش اكتر من كده. وهنبدأ نقطعها بقى، وبالهنا والشفا والسلام. وعايزة منكم لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله الطريقة تعجبكم. انا هستودعكم الله بقى عشان نروح نقطع بقى ونتغدى. وان شاء الله تعجبكم الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.